هديك كل الفلوس دي مقابل انك تتجوزنا انا وصاحبتي، وما تقلقش مش هنغرمك حاجه. شقه واحده، عفش واحد، اوضه نوم واحده، بيت واحد، كل حاجه واحده. يعني ايه يا اسماء؟ انا لما اتفقت ان انا اتجوزك انت، يعني ايه اتجوزك انت وصاحبتك؟ وبعدين يعني انت ازاي ترضي بحاجه زي دي؟ يعني ايه ان انا اتجوزك انت وهي؟ هو ده برضو كلام ينفع؟ وايه المشكلة؟ وبعدين يعني انا وصاحبتي بنعمل كل حاجة واحدة وبنقعد سوا وكل حاجة مع بعض، فهتيجي على الجواز اللي هتفرقنا وانا وهي مش هنبقى مع بعض يبقى بلاها منه. وانت طلبت انك تتجوز اسماء، يبقى ادام طلبت انك تتجوز اسماء كأنك طلبت انك تتجوزني، صح يا سوما؟ اصل انت ما تعرفش يا علي، انا وآية واحد، كل حاجه متقاسمينها سوا، فما فيهاش حاجه لما نتقاسمك انت كمان يا نور عيني. يعني ضحكنا سوا وهزارنا سوا، خروجاتنا سوا، فسحنا سوا، هيجي عليك انت وما تبقى سوا. الفكره اللي انت بتقوله ده غلط. انتوا ممكن تتقاسموا في كل حاجه الا الجواز. الجواز ده لازم يبقى راجل وست بس، ما ينفعش اتنين. انتوا يمكن عشان شايفين نفسكم ان انتوا صحاب وبتحبوا بعض قوي كل حاجه مع بعض، ففاكرين ان دي شيء عادي. طبعا مش عادي. الجواز ده انك ترتبط براجل لازم قلبه يحبك، يعني هيحب واحده مش هينفع يحب اتنين اكيد. يعني مش هيوفق ما بينكم، اكيد هيراضي واحده والتانيه لا، اكيد هيزعل واحده والتانيه لا. يا جماعه انتوا شايفين الامور سهله، بس الامور مش سهله خالص. فيا اسماء انا لما اتفقت ان انا اجي اخطبك، لكن ما اتفقتش على اللي انت بتقولي عليه ده يا اسماء. ايه يا اخويا والنبي، ده قلب الراجل عامل زي الميكروباص بيحمل من الحبايب كتير قوي، والا ما كانش الشرع حلل لك 4. ما تتكلمي يا بنتي يا آية. ما استني بس يا سوما، ايه ده؟ بقول لك ايه يا روح قلب انت يا عسل، اسمه ايه؟ اسمه علول. يا علولي، علولنا. بص يا علولنا يا حبيبي، مفيش مشكله. وبعدين لولنا. ثواني بس كده يا سوم، انا ملاحظاك بتقول قلبي مع واحده وعمري مع واحده وتفكيري مع، هو انا وحشه انا ولا كخه ولا يعه؟ هو الموضوع موضوع وحشه؟ الموضوع موضوع ان البني ادم لما بيتجوز الانسان اللي بيحبها، وانا بحبها. ايه دخل ان انا اتجوزك معاها؟ ما هو إيه انا بحبها. اروح اقول لاهلي ايه بقى؟ اقول لهم اصل انا هتجوز 2 اصحاب؟ لا ما ايه المشكله؟ قول لهم بس كده انا هتجوز اسماء وهم يتفاجئوا بيا انا واسماء. يا جماعه والله اللي انتوا بتقولوه ده ما ينفعش. هفهمك. مفيش حد بيعمل كده. هفهمك يا علي، هنتقسم دهب اللي انت جبته لنا مع بعض. بقول لك طب انا بقى عايز افهمكم حاجه. ايه؟ العادات والتقاليد بتاعتنا بتقول ان ده ما ينفعش. طب فكر ورد علينا، ومش افكر في هناخد ايه قرار. يا اسماء؟ لاخر مره بقولها لك، انا لما جيت عشان اتقدم واتجوز قلت هتجوزك انت. ازاي جايه دلوقتي تقولي لي هو ايه خلاص يا علي، خلاص الموضوع خلص. انت علي يا بنت نشوف واحد غيره واتجوزنا. ايه ده؟ والحب واللف ما هو انا بحبك يا علي، وعشان بحبك عايزاك تتجوز صاحبتي عشان انا وهي بنحب بعض. يعني ده احنا كفايه ان احنا بنقول لك مش هنغرمك وهنخليك تجيب شقه واحده وعفش واحد وبيت واحد وكل حاجه واحده وشبكه واحده. ايه عايز ايه تاني اكتر من كده؟ الله. انا بصراحه انا بشوف الواحده لما جوزها يتجوز عليها بتخرب الدنيا. اول مره اشوف واحده عايزه تتجوز هي صاحبتها نفس الشخص. لا احنا عادي خالص، صح يا سوما؟ جدا. ما تبوظش الدنيا بقى يا علي، ده احنا فرحنا كمان اسبوع، خلينا نفرح. خلينا نتبسط كلنا ونزغرط ونلبس فساتين. انا اسكان عليا ازغرط لك ايه؟ اسكان عليا انا مش موافق. اسماء فكري في اللي انت بتقوليه ده كويس، عشان انت بتقوليه ده مش صح بالمره خالص. مش موافق. يعني انا يا علي اسيبك؟ هترضى ان انا اسيبك؟ يعني انت هتبوظ فرح كل كام اسبوع ولا اسبوع عشان خاطرنا؟ ايوه عشان خاطرك انت، عشان ما ينفعش ان انا اتجوزك. انا بحب دي وهتجوز دي. يلا يا اسماء، شكرا يا علولنا. باي يا لولي. ايه ده؟ هو في كده؟ انا اتجوزها هي وصاحبتها؟ طب اقول لام ايه؟ اقول لابويا ايه طيب؟ اقول له انا هتجوز خطيبتي واخطب 2 بدبلتين وفي الموضوع مش مظبوط خالص. هو انا بحلم ولا ده حقيقي ولا انا راح اشوف امي ولا راح اشوف ابويا ولا تتجوزني انا وصاحبتي وتاخد ال 5000 جنيه دول؟ ايه يا حبيبتي الكلام اللي انت بتقوليه ده؟ اتجوزك انت وصاحبتك ازاي يعني؟ وفيها ايه يعني لما تتجوزها هي وصاحبتها؟ وانا كنت كخه ولا كخ؟ لا والنبي ده انت حلوه وزي العسل وما تقوليش كده على نفسك. وبعدين يعني ايه المشكله يعني يا عبد؟ انت خطيبي وفرحنا كمان اسبوعين، بس مفيش مشكله لو انت اتجوزتها. بعدين انت هتجيب شقه واحده. ما احنا جبنا الجهاز بتاعنا يا خلاص. وبعدين يعني ايه اتجوزك انت وصاحبتك؟ هو انت اتجننتي يا ايه؟ ما هو بصراحه كده احنا مش محتاجين غير عفش واحد، شقه واحده، فرش واحد، حتى اوضه النوم هتكون واحده.
احنا مش محتاجين منك حاجه خالص ولا حتى هنغرمك، حتى الشبكه بتاعت ايه هلبسها معاها. هو ايه القرف والكلام والهبل اللي انتوا بتقولوه ده؟ بقول هو لك الكلام إيه ده يا طبيعي ولا منطقي؟ طبعا طبيعي ومنطقي. لا غير ولا كده طبيعي يعني. ولا منطقي. بقول لك إيه المشكلة يعني؟ انا صاحبتي حلوه لا طبعا وزي العسل. مشكله. حلوه يا ست وزي العسل لنفسها مش ليا. انا بحبك انت وهتجوزك انت، اتجوز صاحبتك ليه يعني؟ مش اصل فاهم. احنا كل حاجه بنتشاركها مع بعض، بناكل مع بعض وبنشرب مع بعض وكل حاجه سوا. بقول لك ايه يا عبدو، خلصت الكلام ده، يا تتجوزنا انا وصاحبتي يا اما بلاها الجوازه دي وكل واحد فينا يروح لحاله. لا خلاص يا حبيبتي بلاها الجوازه دي وكل واحد فيكم يروح لحاله. انتوا شكلكم اتجنيتوا ولا انتوا شاربين حاجه ولا في ايه بقول لك بالظبط؟ ايه، ما اسمحلكش انك تتكلم كده قدام صاحبتي. يلا يا اسماء. خلاص يا حبيبتي خدي صاحبتك. وانت اصلا ايه اللي جابك هنا وازاي تعرضي عليها حاجه زي طلبش كده؟ يا بودي. يلا يا استني عم. اقول له كلمتين بعد اذنك. عامه انت هتخسر خساره كبيره قوي. هتخسرني وهتخسر صاحبتي اللي انت عمرك ما هتعرف تعوضها في حياتك. لا انا ما بخسرش. انا اللي بيسيبني هو اللي بيبقى خسران، انما انا ما بخسرش حد. بلا قرف. ايه يا بابا؟ ايه اللي بتعمليه ده يا ايه؟ واللي انا سمعته ايه ده؟ سمعت من مين؟ سمعت من مين؟ وسمعت ايه؟ في كلام يبقى بالعقل والمنطق، كلام الجنان اللي انتوا بتتكلموه. هو ايه اللي احنا قلناه يا بابا؟ ينفع انتوا الاتنين راح تتجوزوا عبده؟ عبده ومين قالك الكلام وي ده؟ وي 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 وي. وانا معنى جاي اقول لك عبده يبقى انا عرفت منين؟ بص يا بابا، بصيت صراحة كده انا رحت قلت لعبده كده، ورحت لعلي ابن خالتي، بس خليتها هي اللي تقول له. يا بابا اسماء احنا عملوا يا حادثة. بنت ايه العبط يا بابا والهبل اسمعني. اللي راح تقوليه ده وتعمليه ده وبتقولي جراءه كده وتقولي لي ايوه قلت. يا بابا قولي يا اسمعني. اختي. اسماء اهلها توفوا في حادثة وما بقاش لها اي حد في الدنيا دي غيري، الله يرحمه. ولا تعرف حد، وحتى فقد الذاكرة. واللي انا حاولت ان انا اعرفها وما سألت عنها عرفت ان هي عيني اهلها توفى، وانها مش فاكرة اي حد من اهلها. واسماء في الدنيا دي حاليا ما تعرفش غيري ولا تعرف اي حاجة. حتى كنت معاها عشان احاول اطلع لها بطاقة ليها، مش عارفين نوصل لاي معلومات عنها خالص. ويا بابا اسماء لو انا اتجوزت هتتبهدل ومش هيبقى في مكان تقعد فيه. مين قالك يا بنت كده؟ انت كده نسيتي رحمة ربنا. ربنا ما بينساش عباده. ها؟ انت عايزة تعملي خير نقف جنبها ونعمل خير، لكن مش معنى عايزة تعملي خير تعملي شر. ما انت هتعملي من هنا خير هتعملي شر وتأذي الناس. يا بابا ده مش شر يا بابا. ازاي واحد يتجوز اتنين؟ وازاي انت وصاحبتك؟ وازاي العرض اللي بتعرضوه العبيط ده؟ يا بابا يا بنتي احنا ممكن نقف جنبها ونشوف لها ابن الحلال ونعالجها ويتجوزها. دي المساعدة اللي نقدر نقدمها لها، لكن اللي انت بتقدميه ده عبط مش خير. يا بابا انا ما اعرفش، انا كان كل في دماغي ان انا عايزه صاحبتي تبقى كويسه وعايزاها تعيش معايا، وخايفه عليها من الدنيا ومن قساوه الدنيا تيجي عليها وهي عايشه لوحدها وملهاش حد في الدنيا. انا يمكن كنت بفكر غلط، بس انا كل شويه بفكر انا لو بعدت عنها وسبتها هي هتعمل ايه من بعد. اسماء غلبانه. تعمل ايه ازاي وربنا موجود؟ ربنا أيوة. ما بينساش حد. طبعا ربنا هتلاقي 1000 واحد وواحدة وهتلاقي كتير بيعمل خير. الدنيا مليانة خير والناس جواها كتير خير. اوعى تفتكر ان انت عايشة في الدنيا دي لوحدك، مفيش حد بيعمل خير الا انت. لا، ياما ناس طيبين بيدوروا على الخير عشان نفسهم ياخدوا اجر عظيم من الله. التجارة مع الله مربحة. ها؟ عمرك ما هتقفي جنب حد وربنا ينساكي، وهي ربنا مش هينساها. يا بنت احنا كلنا نحطها في عينينا ونقف جنبيها، نساعدها انسانيا ومعنويا وماديا، ونقف جنبها في كل شيء. لكن يا بنتي عيشي حياتك لوحدك، مش هينفع. كان معاك حق يا بابا. مش كل حاجة في الحياة نبقى مشتركين فيها، في حاجات ما ينفعش الشركة فيها يا بنتي. كان معاك حق، وانا خلاص احنا هندور لها على عريس وهتأسف لعبده، وانتي يا اسماء مهما حصل هتفضلي اختي وحبيبتي. يا بنتي اللي بتعمليه ده كده غلط، واحنا في بلد لها عاداتها وتقاليدها وتعودنا وتربينا على كده. حتى لو هو ده الغلط اتربينا وتعودنا عليه مع انه مش غلط، فما ينفعش. عندك حق يا عم عادل. اوعى تزعلي يا اسماء من لا كلامي. انا مش زعلانه خالص. انت بنتي وفي عينيا، وزي ما ربنا بحب يسعدك ايه زي ما انت بحبك. بتحاولي تساعديني، وانا همشي دلوقتي علشان هم محتاجيني
في الشغل. لا يا بنتي، مش معنى بقول كده انك تمشي، انا احطك جوه جوه عينيا. انت وآية ما تتخيروش. عارفه بقى دي اللي فعلا ما ينفعش تبقى اتنين، انتوا واحد. انتوا وآية واحد، ما تتفرقوش ابدا. بس يا بنتي انا المقصود في حاجات في الدنيا بتتفرض علينا لازم نفترق فيها، وفي حاجات ما ينفعش نفرط فيها. اللي ما اقدرش افرط فيه ان انت وآية واحد، ما اقدرش افرط دي فيكم. حقيقة، احنا يمكن حسبناها غلط يا ايه. عن اذنك هبقى اقابلك بالليل. سلام يا عم عادل. طب انت محتاجه حاجه يا بنتي؟ لا يا عم عادل، ربنا يخليك. يا بنتي وهتاخدي كلامي بحساسيه. لا والله ولا اي يعلم حاجة. الله انا اسمعني. بحبك وبعزك. يمكن مش عايز اقول لك اكتر من آية لا تغير منك. لا طبعا اسماء اختي وعمري ما غير انت منها. زي آية يا اسماء. حبيبي يا عم عادل. ويا رب يسعدك ويفرحك يا رب، ونبقى كلنا جنبينا ونقدر نقف جنبك ونقدم لك حاجه. انت تستاهلي كل خير، انت انسانه عظيمه. اوعى تفكر انك فيك حاجه تقلك عن آية. لا يا بنتي. مفيش اي حاجة. يلا سلام. اتفضل يا بنتي، روحي توكلي على الله. يا بابا اسماء صعبانه عليا قوي يا بابا، صعبانه عليا بطريقه وانا يا بنتي فظيعة. مش هسيبها ولا هقصر في حقها. هقف جنبها لاخر لحظه، زي ما هقف جنبك هقف جنبها. فيا بنتي بصي، البني ادم منا مش معنى العاطفه خدته او قلبه خده ينسى حقوق الناس. هي لها حق عليكي، والراجل اللي هتاخديه له حق عليكي. فيا بنتي سيب الامور على الله وقول يا رب. يا رب يلا نروح. هنروح. يلا. يلا انا كنت ماشي، هرجع معاكي. يلا. علي، استنى يا علي، عايزة اتكلم معاك شوية. عايزه ايه يا اسماء؟ هو انت لسه زعلان مني؟ اكيد يعني هفضل زعلان، ده طبيعي يعني. طب معلش اقعد ونتفاهم. نتفاهم على ايه؟ نتفاهم عليك ولا على صاحبتك؟ بعد اذنك يا علي اقعد ونتكلم. ماشي. عايزه بقى تتكلمي تقولي ايه؟ معلش حقك عليا، انا عارفة ان انا غلطت، بس عرفت غلطي دلوقتي. والله يعني انت عرفت ان ما ينفعش ان انا اتجوزك انت وصاحبتك، عرفت كده؟ خلاص يا علي بقى، ما تكبرش الموضوع، غلطة وطلعت مني. انا عايز افهم حاجه بس. انت اتفضل. ازاي جاب في عقلك او في خيالك انك ممكن تقولي كده، او ان انا ممكن اوافق على ده؟ انا آية من ساعة ما دخلت حياتي وانا بعتبرها كل اهلي، انت عارف ان انا ماليش حد. يا ست صاحبتك اختك، ما قلناش حاجه، بس مش للدرجه دي يعني، ده جواز. ماشي يا علي، انا قلت ان هي تعيش معايا بدل ما انا عايشة لوحدي، وبدل ما احس بقلق وانا موجودة معاك. يا اسماء بس انا افهمي. حسيت بغلطي. يا اسماء افهمي، في الجواز ما ينفعش تقفلي عليه ده. انتوا اصحاب واخوات، ما تتجوزي عادي، وبعد كده يا ست تجيلك وانت تروح لها وهي برضه تشوف ابن الحلال. يعني انت وصاحبتك تتجوزوا واحد. البلد اللي احنا فيها والعادات والتقاليد ما بتقولش الكلام ده خالص يا اسماء، فده غلط. وبعدين يعني انت بتديني فلوس يعني بتطمعيني يعني عشان اوافق؟ اكيد طبعا لا يعني. ازاي يعني؟ هو انت بصراحة كبرت في نظري من بعد الموضوع ده، وانا كنت حاسباها غلط. طب انتوا جت في عقلكم ازاي يعني ايه؟ جت في مخكم ازاي؟ فكرتوا فيها ايه؟ مش فاهم. طب كنت اتجوزكم انتوا الاتنين، يعني هتعيشوا مع بعض ازاي برضه؟ مش فاهم. ما احنا عايشين مع بعض يا علي. هم الجديد عايشين يعني. مع بعض ده حاجة عادي، ومتجوزين دي حاجة تانية. وبعدين كان هيحصل مشاكل، انا فاكر ان انتوا عشان اصحاب بتحبوا بعض خلاص. لا، لما تبقوا بقى متجوزين هتبتدوا بقى تحسوا بقى ان في فرق في حاجات كتير. ولا انت مش فاهماني؟ فهماك يا علي، وانت صح في كل اللي انت بتقوله، وانا كنت غلطانه في حقك لما عملت كده، وخاصه لما عرضت عليك فلوس، عشان انت عمرك ما كنت شخص مادي. اهم حاجه انا مش عايزاك تزعل مني. ده انا هروح مش عارف اقول ايه لامي ولا ابويا. اقول له تقول لي يا ابني خطيبتك فين؟ انتوا خلصتوا؟ طب ايه هتقدم على القاعه؟ هتحجز؟ ما بقتش عارف اقول لها جوزها هي وصاحبتها. ما بقتش عارفه اتكلم. لا خلاص، هنكمل حياتنا زي ما هي، وهنحجز القاعه، وفرحنا ان شاء الله هيكون الاسبوع الجاي زي ما اتفقنا. هي العروسه التانيه جت. اوعي قاعدين في النص. ازاي يعني؟ استنى بس انا هفهمك. ازاي يعني في النص؟ دي هي خطيبتي. ما تسمعني بقى، الله عمال تتكلم من الصبح. بص كده صلي على النبي. مش موافق. طب صلي على النبي. عليه الصلاه والسلام. علي، انت عارف كويس قوي ان اسماء بتحب. وانا بصراحه كان تفكيري غلط خالص. انت عارف ان اسماء ملهاش حد في الدنيا، وكل الحكايه ان انا كنت خايفه ان هي تتجوزك وانت تبهدلها وتقل من كرامتها وتطلقها، وبعد كده هي مش هيبقى لها اي حد. فكان كل تفكيري ان انا لو كنت معاها كنت هحافظ عليها، على الاقل كنت هبقى انا وهي. لكن ابويا اتكلم معايا ورحت الخطيب عرضت عليه الموضوع، كان هيسيبني بسبب الموضوع دوت، واكتشفت اني غلطت قوي يا علي. يعني انت ما افتكرتيش الا دلوقتي انكم غلط؟ حقك عليا. طب لو انت غلط هي كانت غلط برضه، يعني انتوا الاتنين عقلكم واحد.
لا، انت عارف اسماء هبله وعبيطه وعلى نيتها، وانا بصراحه اللي سوحتها على الموضوع ده وفضلت اتكلم معاها. ولو عليا خلاص بقى، حقك عليا، بس كنت طالبه منك طلب صغير. اتفضلي. عايزاك تحافظ على اسماء وتخلي بالك عليها. هي اللي تخلي بالها عليا، والنبي تسكت اسكت يبقى انت عارفه حاجه. وتخلي بالك عليه، وعايزاكوا تعزموني على فرحكم ولا خلاص؟ ان شاء الله. ايوه ان شاء الله. ايه مش عارفه هو بيكلمني بقرف كده. ما لسه انا قعدت اتكلمت معاك. خدي يا ايه بس خدي. شوف زعلتها. عبيطه في إيه؟ ما تزعل، انا اعمل لها ايه يعني؟ مش السبب في اللي حصل. خلاص عامة يا علي حصل خير وربنا يتمم لنا على خير.